رحلتنا النهاردة داخل المخ، العضو الأكثر تعقيدا في الجسم بتاعنا، لكن المرة دي هنشوف اللي بيحصل وقت الصداع النصفي. اتكلمنا قبل كده في حلقة عن الحالة الطبيعية للمخ، وإنه مليان شبكة ضخمة من الخلايا العصبية، وقد إيه إن الإشارات الكهربائية بتمشي بينها بسلاسة، وإزاي الأوعية الدموية بتوصل الأكسجين والطاقة. كل حاجة هنا كانت مظبوطة ومتوازنة لحد ما تيجي اللحظة اللي الكل مستنيها، بداية الصداع. فجأة بعض الخلايا العصبية بتبدأ تنشط أكتر من الطبيعي، وتبدأ تبعت موجة كهربائية بتتحرك عن طريق المخ، والموجة دي بنسميها الكورتيكال سبريدنج ديبريشن. والموجة دي من اسمها بتمشي ببطء عن طريق القشرة بتاعت المخ، وخلال الرحلة بتاعتها بيحصل تغيير بسيط في نشاط الخلايا العصبية، وده بيفسر الأعراض اللي بتبقى مصحوبة مع الصداع، وتحديدا قبل الصداع بالظبط، زي رؤية الوميض أو الخطوط الضوئية أو تشويش الرؤية لبعض من الناس. وبعد الأعراض دي بتبدأ الأعصاب المسؤولة عن الألم حوالين المخ تبدأ تنشط، خصوصا عصب مهم جدا اسمه العصب الثلاثي التوائم. الأعصاب دي بتبدأ تطلق مواد كيميائية، والمواد دي للأسف بتسبب التهاب بسيط وتوسع في الأوعية الدموية، وده اللي بيخلي الصداع شبه الألم النابض. ولما يحصل تمدد للأوعية الدموية، الأعصاب المحيطة بالأوعية الدموية ديت حساسة جدا، عشان كده المريض ممكن يحس بألم نابض، حساسية للضوء، حساسية للصوت، وأحيانا بقى غثيان أو ترجيع. وعايز أقول لكم إن لغاية دلوقتي العلماء لسه بيبحثوا عن السبب الدقيق، لأن في عوامل كتير مؤثرة، بس السبب الرئيسي لسه غير معلوم. وعلشان تتجنب العوامل دي، هما بالترتيب كده هما قلة النوم، التوتر، شوية أطعمة أنت عندك حساسية منها، أو أخيرا التغيرات الهرمونية. فعلشان تتجنب حاجة زي الصداع النصفي لازم تقلل العوامل بتاعته. خلينا نوصل لآخر حتة في مشهد الصداع النصفي، لأن بعد ساعات النشاط العصبي بيبدأ يهدى، والأوعية الدموية ترجع لطبيعتها، والصداع بيبدأ يختفي بالتدريج. يعني اللي يقول لك أنا عندي صداع طول اليوم هو كده بيكذب عليك، لأن الصداع ما بيفضلش طول اليوم، الأوعية الدموية بتهدى مع الوقت. فالصداع ممكن يطول معاه، بس هيجي عند وقت معين ويهدى خالص. وللناس اللي بتسأل عايزة أي مسكن يسكن ألم الصداع النصفي، في دلوقتي أدوية كتير موجودة في الصيدليات مخصصة للصداع النصفي، وبتكون المواد الفعالة فيها مواد مسكنة زي الباراسيتامول بس بتركيز أعلى شوية. ولحد هنا تخلص الرحلة بتاعت النهاردة، واللي دايما هتفكرنا قد إيه إن المخ بتاعنا حساس ودقيق جدا. فلو حابين نكمل رحلات تانية داخل المخ ونشوف اللي بيحصل مع مريض الصرع أو الزهايمر أو حتى مريض القلق والتوتر، اكتبوا لنا تحت في كومنت، وقولوا دايما سبحان الله على النعم اللي احنا غرقانين فيها.